السلام عليكم ورحمة الله. الموقع صوت العقاب تي في. الكتاب المعجزات القرآنية. الدرس خرافة التطور الإنساني. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتبر أصل الإنسان من أكثر الموضوعات التي يتطرق إليها المدافعون عن نظرية التطور، وتفترض ادعاءات الداروينيين أن الإنسان الحديث قد تطور من نوع من المخلوقات يشبه القردة. ويدعي الداروينيون أنه خلال عملية التطور المزعومة التي من المفترض أنها ابتدأت قبل 4 أو 5 ملايين سنة، وجدت أشكال انتقالية بين الإنسان الحديث أو العاقل وأجداده. وفقا لهذا السيناريو الخيالي، فإن هناك 4 أشكال أساسية: القرد البدائي، الجنوب الإفريقي، الإنسان الصانع، والإنسان القرد منتصب الخامة، والإنسان العاقل أو الإنسان الحديث. وكما يرى، فقد سمى داروينيون ما ادعوا أنه الجد الأول للإنسان الشبيه بالقرد، القرد البدائي جنوب إفريقي. وهذا النوع من الكائنات الحية ليس سوى فصيلة منقرضة من القرود. وقد أجرى عالم التصريح البريطاني اللورد سولي زوكرمان، والأمريكي البروفيسور تشارلز أوكسنارد أبحاثا مكثفة على عينات من هذا النوع من القرود، أثبت من خلالها أنها تنتمي إلى فصيلة منقرضة من القرود العادية التي لا تحمل أي شبه بالإنسان. لا توجد بقايا متحجرات تدعم خرافة التطور البشري. على العكس من ذلك، فإن سجل المتحجرات يظهر وجود حاجز لا يمكن تخطيه بين القرود والبشر. في مواجهة هذه الحقيقة، ودع الداروينيون آمالهم على بعض الرسومات والنماذج، فودعوا بطريقة عشوائية أقنعة على بقايا المتحجرات، ولفقوا نصف قرد ونصف إنسان بشكل خيالي. السلام عليكم ورحمة الله.